بمناسبة الحادثة اللي حاصلة موقف كده بس للعظة. شوف الواحد يشوف حادثة قدامه ما يطعش، ممكن ربنا ياخد أجله ويموت. شنطة المرة في العربية قاعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما تصلوا على النبي، في شخص من يومين شاف حادث على الصحراوي، شاب جدع كل التحية والتقدير ليه هو وكل الجدعان اللي كانوا معاه، وقفوا من أول الحادث لحد آخره. لكن حصلت حاجة غريبة جدا صورها فيديو كان لازم نتكلم عنها. حوادث كتير حصلت سمعنا عنها وبتكشف لنا عن أبطال عندهم أمانة رغم معاناة، والأبطال دول بيكونوا من المسعفين أو من الناس اللي بتحاول إنقاذ اللي في العربية. فيهم اللي بيلاقي شنطة مليانة فلوس مبالغ ضخمة، وفيه اللي بيلاقي ذهب، وفيه اللي بيلاقي متعلقات شخصية. والناس دي بيكون عندها أمانة ما بيهمهاش حاجة غير إنقاذ المصاب. لقيت شنطة مليانة فلوس، لقيت ذهب، بتسلمها الأهل. يعني مسعف مرتب ومحدود أو عامل كان موجود أثناء الحادث لقي شنطة وما فكرش في أي حاجة غير إن دي أمانة ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه عليها ويروح يسلمها لأصحابه. وبرضه الحوادث دي بتكشف لنا عن أندال بيكونوا متواجدين وسط الناس وبيعملوا نفسهم إن هم بيساعدوا. قلة بتكون موجودة في بعض الحوادث يروح يسرق المصاب أو يسرق الميت. ده مش رايح يساعد ويطلع الناس من المحنة، لا، ده رايح يبص على أي حاجة كده علشان يلقط. زي الحادث اللي حصل من يومين على الصحراوي، 4 في عربية اتقلبت بيهم العربية. الناس اللي ماشية على الطريق ركنت بسرعة وجريوا عليهم علشان ينقذوا حياتهم. يعني بعد الشر عنهم كان ممكن هم يكونوا مكانهم، او ممكن بعد شويه يبقوا مكانه. يعني لا قال انقذ المصاب ولا اخد عظه وعبره من اللي حصل. والناس اللي هي كانت لسه من شويه بتتكلم مفيش اي حاجه معاها، وفجاه كده حياتهم اتقلبت راسا على عقب. يروح بقى هو وسط الناس اللي بتساعد ويعمل ان هو جدع زيهم وبيساعد، يبص كده على اي حاجه شمال او يمين، تليفونات، ذهب، فلوس. وده اللي حصل بالظبط. لمح الشنطه بتاعت الست اللي كانت في العربيه جواها فلوس، ومد ايده علشان ياخد الفلوس اللي جوه الشنطه. طبعا الشاب شافه انت بتعمل ايه، رمى الفلوس على الارض وساب الشنطه ومشي. فالشاب صور فيديو وقال يا جماعه خدوا عظه وعبره، ما ينفعش اللي بيحصل ده. يعني ناس مصابه قدامك بتلفظ انفاسها الاخيره، وممكن يكون فيهم ناس توفت، وانت تيجي كده بكل نداله وتسرقهم. يعني ده بدل ما تساعدهم وممكن تكون سبب في انقاذ حياه واحد منهم، تسرقهم. بمناسبة الحادثة اللي حاصلة موقف كده بس للعظة. شوف الواحد يشوف حادثة قدامه ما يطعش، ممكن ربنا ياخد أجله ويموت. شنطة المرة في العربية قاعدة معباية فلوس اهي. بصوا اهو معباية فلوس اهو. فلوس دي ايه؟ دي فلوس ميات. واحد بيطلع الشنطة من العربية بيتلفى الفلوس قدام عيني، قدام عيني بياخد من الفلوس. تمام، مش متعظ ان في حادثة وممكن واحد يموت. ما بشوفته راح حاططها لي في الارض، حاطط في الارض الفلوس. تمام، ومش متعظ، مش شايف الموت قدام عينه. تمام، متلفي لي الفلوس حاطها في الارض. طبعا كل التحية والتقدير للناس اللي بيكون عندها أمانة في المواقف اللي زي دي وبيخافوا ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب ويسترها عليهم. أما النوع الثاني واللي بيستغلوا المواقف اللي زي دي والمواقف اللي غيرها، فربنا يصلح حالكم يا رب. ده يكون درس عظة وعبرة ليكم. بس كده، ويا ريت الناس اللي بتشوفني دلوقتي تعمل مشاركة للفيديو ده واعمل متابعة لصفحتنا ده لو مش عامل. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.